الأهلي يقدم عرض لياسر إبراهيم ومصطفى شوبير لتجديد وتعديل عقودهم لتمسك النادي الشديد باستمراره مع الفريق الفترة القادمة ورفض كل العروض التي وصلت لهم سواء من الشباب السعودي أو نورشلاند الدنماركي أو سلافيا براغ التشيكي. وينتظر من الثنائي رد واضح خلال ال 72 ساعة القادمة لرغبة النادي في حسم هذه الملفات قبل المعسكر الخارجي. الأهلي ينتظر الاتفاق بشكل نهائي مع مصطفى شوبير عن التجديد لإتمام انتقال محمد سيشل المصري البورسعيدي عن سبيل الإعارة لمدة موسم. عمر سيد معوض يتخلص من الإصابة التي تعرض لها في أول مباراة ودية ويصبح متاح للمشاركة في مباراة بترول أسيوط القادمة قبل السفر نقص دنيا. منصف بكرار ينتظم في مران الأهلي بدءا من الغد بعدما حرص عموت على منح اللاعب راحة من الأيام الماضية يكون جاهز وقادم بعد خوض فترة إعداد مع فريقه السابق بعكس بقية اللاعبين العائدين من أجازات طويلة. طاهر محمد طاهر يصارع الزمن للتصمش من إصابة كنكشن للنحاق بمباراة الأهلي وبرشلونة في كأس كسوان جمبر والنت ستقام بعد 17 يوم من الآن. تقارير صحفية تؤكد أن حسين عموت المدير الفني للأهلي عقد عدة جلسات مع لاعبي الأحمر لمصارحة كل لاعب السلبيات لديه قبل الموسم الجديد حتى يعمل على تحسينها قبل انطلاق الموسم، وخصوصا المدافعين والمجموعة التي يعول عليها الفترة المقبلة بشكل كبير. المصري البورسعيدي يقترح على الأهلي الحصول على خدمات أحمد رضا حمل تمسك عموته باستمرار عمر الساعي. جماهير المصري تحتفل على مواقع التواصل الاجتماعي بضم رضا سليم وسيشة من الأهلي رغم عدم إتمام الصفقتين حتى الآن. أن حسين عموتة يوافق على رغبة كلمة الكرة في النادي باستمرار مسألة كواكا مع الفريق الموسم المقبل وعدم خروجه للإعارة مجددا، وذلك رغم عدم رؤية اللاعب حتى الآن والذي لم يشارك في التدريبات الجماعية بشكل كامل منذ توليه مسؤولية بسبب الإصابة. الحسين عموتة المدير الفني للأهلي يتفق مع سيد عبد الحفيظ على ضم لاعب وسط أجنبي رقم 6 بديلا من محمد علي بن رمضان خلال الأيام القادمة، وذلك بعدما اقتنع المدرب المغربي برؤية لجنة الكرة وتفضيلهم التعاقد مع لاعب أجنبي في خط الوسط على خط الدفاع بعد رحيل عناصر مهمة لوظائف مثل ديانج وبن رمضان. ووعده من سيد عبد الحفيظ بتدعيم الدفاع بصفقة محلية مميزة سواء في الانتقالات الحالية أو يناير. اسم نزار الرجان لاعب وسط المنتخب الأردني ونادي قطر القطري يعود للتردد مجددا في النادي الأهلي في ظل رغبة النادي في ضم لاعب وسط بديل لمحمد علي بن رمضان. قناة الشرق الرياضية تقترب من الحصول على حقوق بث مباراة الأهلي وبرشلونة في فترة إعداد الفريقين للموسم الجديد. الأهلي ينتظر تحقيق وردود واضحة من اتحاد الكرة على مقر محمود عاشور حكم الدولة السابق وجهاد جريشة أمس واعترافهم بالكوارث التي حدثت الموسم الماضي في لجنة الحكام والظلم واضح الذي تعرض له الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، خصوصا أن هذه الاعترافات جاءت من عناصر مهمة في المنظومة التحكيمية وليس أشخاص عادية. أن أول كان متواجد على تقنية الفار في مباراة سيراميكا الشهيرة والأخير كان عضو بارز في اللجنة الموسم الماضي. الأهلي يناقش العروض التي وصلت لسمير محمد وإبراهيم عادل ثنائي الفريق الشاب تمهيدا لخروجهم على سبيل الإعارة في الموسم الجديد. غضب كبير جدا في الزمالك من خوان بزيرة بثروة واستمرار عدم الرد على اتصالات النادي وتفاوضه مع أكثر من نادي خارجي حاليا بعدما بحث النادي عن مبررات له بعد التغيب عن مران بن أمز. نادي الزمالك ينتظر انتظام عبد الله السعيد في التدريبات اليوم حتى لا يضع النادي في موقف محرج أمام الإعلام. محمود بن تاج يصدر عروض من فرنسا وتركيا والخليج لنادي الزمالك لرغبته في الرحيل وعدم الاستمرار مع الفريق الفترة القادمة. حسام الزناتي يشترط على حسين لبيب رئيس نادي الزمالك منح نفس الصلاحيات التي حصل عليها جون إدوارد لقبول عرض النبي بالعمل في منصب المدير الرياضي، وذلك رغم تحفظ بعض أفراد أسرته على العودة لمصر ورغبتهم في الاستمرار في الإقامة في الدنمارك طالما يحظى بمنصب جيد في نورشلاند الدنماركي. نادي المصري البورسعيدي يرفض التفريط في دسموم من الأندية الجزائرية رغم متبقي موسم واحد في عقد اللاعب. تقارير إسبانية تؤكد أن أتلتيكو مدريد استفسر مؤخرا عن مطالب محمد صلاح لتحديد موقفه من التعاقد مع اللاعب من عدمه، وذلك في ظل وجود أنباء في تركيا عن وصول مفاوضاته مع طرابزون لمراحل متقدمة لمزايا. الكابتن محمود وسطيب ورمانيس إدارة الأهلي يعد الإعلام من محمد شبانة في وفاة والدته. الصقر أحمد حسن يتحفظ بشكل كبير على انتقال محمد صلاح من طرابزون سبور التركي ويؤكد أنه من الأنبياء العريقة بالفان، لكن ليس النادي الذي يحظى بالجماهيرية الكبيرة أو الألقاب الكثيرة على عكس الثلاثي بشكتاش وفنار بخشة وجلطة سراي، وهو يرى أن هذا الثلاثي هو الأنسب لمحمد صلاح الفترة القادمة. وإذا كانت المفاضلة بين بشكتاش وطرابزون فهو يرجح الانتقال لبشكتاش بكل تأكيد، فبشكتاش سيمنح صلاح فرص أكبر من المنافسة على البطولات.
الانتقاد، بالإضافة إلى قاعدته الجماهيرية الكبيرة، كما أنه ينتمي إلى مدينة اسطنبول، وسيوفر من اللاعب أجواء أقرب من الأجواء التي اعتاد عليها في ليفربول الفترة الماضية. واللاعب المصري يحتاج إلى ما بين مساعدته على مواصلة النجاحات الماضية، ونادي طرابزون لن يوفر له الدوافع والضغوط التي تمنحه القدرة على العطاء، بعكس نادي بشكتاش الذي يعد الأعرق في تركيا وجماهير لديها وفاء وانتماء كبير، ومبارياته دائما حاسمة وينافس على البطولات بشكل دائم. في النهاية ويتمنى التوفيق لمحمد صلاح وأن يختار الخيار الأمثل بالنسبة له. رابع ياسين نجم الأهلي السابق يتحفظ بشدة على خروج أحمد عبدين للإعارة مجددا في ظل حاجة الأهلي لمدافع جيد مع الرباعي الموجود حاليا، ويؤكد أنه كان من الأفضل الإبقاء على اللاعب ضمن صفوف الفريق الموسم القادم، وهو يفضل استمرار عمر كمال عبد الواحد وقفشه أيضا طالما رحل بالرمضان ولم يتم التعاقد مع ظهير أيمن جديد. عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة يؤكد أن اللجنة لن تعلن عن معاقبة الحكام عن ارتكاب أخطاء مؤثرة في نتائج المباريات الموسم الجديد، ويؤكد أيضا أنه لا يوجد أي عنصر في اللعبة لا يخطئ، لكن الحكام مطالبين بتقليل أخطائهم تماما للحفاظ على العدالة والنزاهة. ويؤكد أيضا أنه سيتم عقد جلسة مع الشركة المسؤولة عن تقنية الفار في مصر للحديث معها عن ضرورة توفير أفضل التقنيات الجديدة التي تساعد الحكام على تقليل الأخطاء. وفيما يخص جمال وزندور الحكم الدولي السابق وتواجده في منصب النائب، فزندور شخصية لا تهتم بصفته في اللجنة إن كان رئيسا أو نائب، والأهم بالنسبة له المساهمة في تحسين المنظومة التحكيمية في مصر خلال الفترة القادمة. وحتى لو حصل خلاف في الرأي فهذا وارد في أي مكان بالدنيا، ولكن المؤكد أن جميع الأشخاص في اللجنة سيكون هناك تفاهم بينهم، وسيتم أخذ رأي الأجنبية في القرارات الجدلية، وستكون اللجنة على مسافة واحدة مع جميع الأندية، وهو واللجنة يحتاجون 3 أشهر فقط لتحسين المنظومة التحكيمية بشكل تام.